السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ هتعملي ايه يا ام محمد؟ اللهم صل على النبي، نصلي على سيدنا النبي يا ولاد ونشوف هنعمل ايه حبايب قلبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا النبي محمد. معايا ما شاء الله يجي 4 كيلو دقيق، دقيق بلدي، دقيق غلة، حطيت عليهم كيسين خميرة. هتعملي ايه يا ام محمد؟ ان شاء الله هنعمل عيش حبايبي، عيش فلاحي عند الفرن الفلاح. كان في واحده حبيبه قلبي متابعه ليا وقالت لي بتعمليه ازاي، وقلت لها هجيبهولك من الاول للاخر في فيديو. كنت فاتحه لايف وقالت لي بتعملي العيش ده ازاي. وانا خلطت الدقيق طبعا وحطيت عليه كيسين خميره. وايه اللي انت حطيتيه ده يا ام محمد؟ شويه سن. يعني خدنا الرده يا حبايبي ونخلته، فبيطلع منها بقى السن اللي هو ايه من الرده ده، بدل الدقيق الذره، عشان ما فيش دقيق ذره اليومين دول، فحطيت بدل بيخليه طري بقى الدقيق النخاله دي، بيخلي العيش معاكي طري وطالع من الفرن كده لوبيا يتاكل حاف. صلتوا بنا على النبي يا ولاه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا النبي محمد. الله سمي بقى يا بالرحمن، وشوية مية وشوية خميرة وملح، حبة ملح وكيسين خميرة ومية دافية بس خلاص، ما بنحطش لبن ولا اي سمنة ولا زيت ولا اي حاجة. وعجيني بقى يا ام محمد وصلي على سيدنا النبي وقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا حبيبنا رسول الله محمد عليه افضل الصلاة والسلام. بس حبيبتي بنعجن كويس طبعا زي ما بقولك. العجينة بتاعت العيش دي ده اسمه عيش فلاحي، ما بتبقاش طرية. احنا في الصيف فاحنا ما بنبقاش مطريين، تبقى حلوة كده. تمام، يلا بقى اجمدي كده وعجن، قولي يا هادي اللهم عنا وقوينا، صلاة النبي. بسم الله ما شاء الله. شوية ده عيش فلاحي حبايبي، بنعجن بمية فقط لا غير، بمية وشوية ملح وكيسين خميرة او كيس خمير. انا حطيت كيسين عشان يخمر بسرعة. بالصلاة على النبي. طبعا جو زي ما بقول لكم يعني لسه ما هوش الدنيا حر، يعني ما هوش ساقعة، فانا بعجن بمية عادي من الحنفية، لو في الشتاء تدفي المية. بس حبيبتي وعجيني بقى كويس زي ما انت شايفة. الدقيق معانا لونه غامق، مش دقيق ابيض اللي هو الفينو، لا، الدقيق ده علامة التالتة والرابعة. وحطيت شوية سن من النخالة بتاعت يعني من الردة، فبننخلها بيطلع منها كده ايه النخالة طرية يعني غامقة كده، فبنحط شوية بيخليه معاكي بقى زي العيش السن كده طري وطعمه حلو وجميل. اللهم بارك وصل على كامل النور. العيش الفلاحي بقى في الفرن الفلاحي، عايزه اقول لك بقى حاجه زي العسل، حاجه فلاحي من الاخر، عيش مفقع بقى زي ما بيقول. دي ايدان مين؟ ايدان ايمان يا ولاد، ومامتها بتصور، ام فريده بتصور، وايدان الصغنونه كل شويه عايزه تعجن كده، عايزه تهبش معايا وعماله لا مش انتي، ده ايمان. خلصنا خلاص. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. طبعا دعينا دعوة العجين، خمر معانا اهو. قلنا طبعا ايه، طبعا حطيت دقيق ذرة، يا اما دقيق ذرة يا اما ردة، بنفرشها طبعا تحت كده ونقطع العيش مع بعض اهو. ده عيش بقى هنعمله بالمكنه. هنعمل ايه؟ هنخبزه بالمكنه يا حبايبي. بالصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا النبي محمد. الفرن الفلاحي شغال، وحبايبي ناس حبايبنا جيراننا كانوا بيخبزهم، واحنا رحنا اهوت معاهم وقطعنا العيش. معقول كده اهو. طب ليه جايه اهي وهم لسه ما خلصوش وانا بقطع هخبز وراهم؟ بيعملوا رقاق. رقاق يا جماعه اللي بينعجن بلبن وسمن اهو. اللهم صل على النبي. يومنا فلاحي. وبصوا حط لايك للفيديو الجميل وبنتعب فيه وجميل، بس بصي بقى يعني التعب بيروح لما بتيجي تاكلي منه كده. بألف هنا وشفا يا رب.
انا اللي ببطط اهوت، بوريكم احنا بنعمله قد ايه. بتبططيه كده وتحطي بقى ايه، تسيبيه يرفع شويه، طبعا لازم العجينه ترتاح. بعد ما خلصتها تقطيع غطيناها، وبعد كده سيبناها ارتاحت يجي 10 دقايق ربع ساعه، وبعدين هنبطط تاني ونسيبه يرتاح شويه وننزله بالمكنه. هوريكم كل الخطوات. حطوا لايك يلا ودعوه حلوه لام محمد، وقولوا لي بتشوفوني منين، وبالصلاه على النبي كده ايه، ما تنسونوش في اللايك وما تنسونوش في دعوه حلوه. اللهم صل على النبي. عاملين كميه حلوه، مغطيه الاول بمشمع يعني عشان ما يتعملش قشره كده ولا تقشف. عيش بقى بالصلاه على النبي. اهي مذياك جت اهي بتنزل لي من المكنه يا سيدي. الشقه بقى تساوي الدنيا واللي فيه. الف هنا يا رب للي شايف، وبالهنا والشفا للي بياكل. وفريده اهي، وفريده قاعده بتبطط طبعا معانا وما بتسيبناش، قاعده اهي ايديها صغننه اهي جايه مديالها واحده وبتعمل بتبطط معايا. بسم الله ما شاء الله. طبعا الفرن طبعا لازم نجيب ميه ونكنس زي ما انتم شايفين كده. طبعا بكلم الجماعه حبايبي حبايب قلبي اللي ما يعرفوش يعني ايه فرن فلاحي، بس انا عامله فيه كتير ومصوره لكم فيه عيش كتير وقبل كده. بس انا بقى اللي بيطلب مني حاجه لازم اعملها واقدره زي ما ايه, لو طلب مني اي حاجه حاضر عيني ليه، واللي انتوا عايزينه كله زي ما انتوا شايفه حبيبه قلبي. الصلاه على النبي اهو. شايف في طبعا مطارح مخصوصة للحاجات دي. دول اول عيش لسه حاطاه في الفرن. المشنة فاضية اهيت، ما طلعتش لسه ولا شقة اهو. جماعة اللي كانوا بيخبزوا خلصوا ومشيوا من الرقاق، واحنا اللي بنخبز اهوت. العيش بتاعنا طالع بالصلاة على النبي من اول شقة لاخر شقة. نشفنا عيش طبعا عشان ناكل بيه، عيش مفقع ناشف. ويتعاملنا عيش طري، طلعنا عيش طري طبعا بالصلاة على النبي. شوفوا الجمال، شوفوا الحلاوة بالصلاة على النبي. اللهم صل على كامل النور. طبعا اللي بنطلعه طري بنطلعه طري وبنحطه في المشنة على بعض. وده عيش اهوت ناشف بننشفه. شايفين الجمال يا ولاد؟ يعني طلعنا شوية حلوين. يلا بقى كل سنة وانتم طيبين، الشتاء داخل علينا بخير. وهنعمل حبة عيش بقى حلوين كده بعد كده، وعشان نعمل عدس ونعمل فتة عدس. وان شاء الله بقى الشتاء وبيحب الحاجات الجميلة دي والعيش الناشف الجميل ده. بص حلاوته يا ولاد. اللهم بارك، اللهم صل على كامل النور. شوفوا يا رب كده يكون كل حاجة واضحة معاكم. بسم الله ما شاء الله. طبعا العيش الطري بطلعه ايه يا دوبك البقعة كده، يعني احمر بسيط كده مش بالسن. بقول لكم نعمل سندوتشات تاكلي بيه عيش طري يعني تفطري. ده بقى هو زي ما انت شايفه هناكل بيه اي حاجه بقى اللي انت عايزاه. جبنه قريش، جبنه حادقه من اللي هي بتاعه المش. خلصنا بالصلاه على النبي اهوت. وبوريكم العيش. شوفوا شفت بقى كمان عليه سن. عيش جميل وخفيف وطعمه سكر. الف هنا يا رب يديمها علينا نعمه وحفظها من الزوال. وطبعا ده كان الفيديو بتاعنا فلاحي في الفرن الفلاحي، العيش الجميل اللي انتوا طلبتوه مني. حطوا لايك للفيديو ودعوه حلوه لام محمد. وباذن الله يا حبايبي اشوفكم باذن الله في فيديو جديد. عملنا حبايبي قبوري بسكر. يعني ايه قبوري بسكر يا ام محمد؟ من نفس عجينه العيش بنحط في قلبها سكر